هاتي اكبر حله عندك ويلا بينا، هعمل لك لبن بودره في البيت مركز وجميل جدا، احلى واجمل من بره، مش هياخد معاكي وقت ولا مجهود وهتعمليه بسرعه. يلا بينا بقى، حطي نص كيلو لبن في اكبر حله عندك ويلا بينا على النار. انا هنا حطيته على النار، طبعا النار عاليه جدا عشان يغلي معايا، وبعد ما يغلي هقول لك هعمل ايه دلوقتي. اللبن بتاعنا يا جماعه بنعمله دلوقتي بطريقه سهله وبسيطه جدا، مش هياخد معاكي مجهود، مش هياخد معاكي وقت، مش هيكلفك. اللبن بتاع بره غالي جدا، مليان نشا، مليان سكر بودره، مليان دقيق، الله اعلم ايه اللي فيه. بنجيبه ما بنحسش بطعمه. انا النهارده عملته مركز جدا، وبعد كده عملته في وصفات اكل تحفه. تحفه. هقول لك دلوقتي ازاي تستعمليه في الحادق وازاي تستعمليه في المسكر. يلا بينا بقى. هنا اهوت اللبن بتاعي غلي وفر لفوق زي ما انت شايفه كده. وطيت النار، بعد ما اللبن غلي رحت موطيه النار وهبط معايا ورجع زي ما كان كده. النار بقى شغاله معايا وواطيه بتغلي، بس ما بيفرش لفوق عشان ما يتكبش مني. اهم خطوه بقى انك تبقي واقفه عليه، ما تسيبوش يلزق معاكي في الحله. وطول ما انت واقفه كده وهو عمال يغلي تجيبي المعلقه بتاعتنا وتشيلي كده اهوت اللي حواليه زي ما انا عملت في الحله اهو. بس انا هنا بوريك اللي هو بيغلي، اللي انا مشغله النار وهو عمال يغلي، مش معليه النار ليه؟ عشان ما يتكبش مني لفوق، وعشان كمان اللبن بتاعي ما يروحش في الحله. هفضل اقلبه طول ما انا واقفه، ولازم كل شويه انزل اللي معمول اللي في الاطراف كده. بصي، ده اهم خطوه عشان ده اللبن بتاعنا هو اللي بيركز معانا. طبعا احنا لو سيبناه نص هيروح في الحله ومش هنلاقي منه بعد كده لبن. لازم تشيليه كده عشان بعد كده بيتلسع وبيتحرق، عبال ما بنخلص بيتحرق. فلازم تشيليه اول باول اول باول عشان تستفادي منه. لو اول مره تشوفيني بقى يسعدني ويشرفني انك تنوريني وتعملي لي احلى اشتراك من ايدك، وتحطي لايك للفيديو وتشاركي الفكره دي لاصحابك عشان الكل يستفاد. لان لبن البودره الايام ديت بقى مغشوش فيه، واللبن اللي هو التاني اللي هو الاكياس ميدو دوت بقى مقطعه. فاحنا خلينا بقى في اللبن بتاعنا بتاع البيت الطبيعي الاصلي اللي طعمه تحفه وجميل واحلى من بره بكتير. هتحطي منه معلقه واحده على اي اكل هتعمليه هتحسي بالفرق. تعالي بقى هنا اقول لك تعمليه ازاي بالطريقه السهله البسيطه اللي مش هتاخد معاكي ولا مجهود ولا تعب ولا هتكلفك اي حاجه خالص. بس تابع معايا الفيديو لان في الاخر هقول لك هتستعمليه ازاي على المسكر وازاي هتستعمليه على الحادق. انا هنا اللبن بتاعي عمال يغلي وعمال بيقل زي ما انت شايفه كده، الحله بتاعتي كبرت واللبن قل معايا خالص وكل مدى بيقل. طبعا انا لازم اتابعه ولازم افضل واقفه معاه وافضل اقلب من وقت لوقت زي ما انت شايفه كده عشان ما يتلسعش مني. لقيت اللبن بتاعي قل خلاص، رحت معليه النار وخليتها تسرع معايا. يعني ما بيطلعش لفوق، ما بيفرش لفوق كده. طول ما هم حبه قليلين مش هيطلعوا لفوق ويتكبوا. تمام تمام. زي ما انت شايفه كده الحله معايا نظيفه. ده طول ما انا واقفه عماله اقلب من الجناب كده ومش مخليه اي حاجه تلزق عشان ما افقدش اللبن. الكميه اللي انت عايزاها اعمليها، بس الاول ابدأي بكميه صغيره عشان ممكن تبوظ منك. طبعا لو اول مره تعمليها مش هتظبط معاكي، بس انت لو تابعتي الفيديو معايا للاخر وتابعتيه تكات وحركات كده صغيره هي اللي هتظبط معاكي اللبن. انا هنا بقى قطعت معاكم الفيديو وقلت اعمله مع نفسي. ما عملتش حاجه خالص، موطيه النار وواقفه عليه. هو قال لي كده زي ما انت شايفه، يعني انا هنا ما حطيتش اي حاجه خالص. هو مجرد بس ما الميه بتاعته اتبخرت فضل يقل معايا زي ما انت شايفه، اللون بتاعه اتغير. قسما بالله ما عملت حاجه عشان ما تقوليش لا ده انت قطعت الفيديو وفي حاجه حطيتيها. لا، انا بس عشان ما اطولش عليكم انا اختصرت وقفلت الفيديو عشان بياخد وقت. لازم بقى تقلبيه بعد ما بيتقل، تقلبي كده. هو كل ما بيتقل كل ما الميه بتاعته بتتبخر وبيدينا اللون الاصفر كده. ده كمان دلوقتي هيصفر معانا. مش هقطع معاكم الفيديو وهوريه لكم. هنا بصي لسه في غليان، يبقى لسه في ميه زي ما انت شايفه كده اهو. لسه ما وصلناش للمرحله اللي احنا عايزينها. زي ما انت شايفه كده لازم طول ما انت واقفه تنضفي الحله كده. الطريقه دي سهله وبسيطه جدا، مش هتاخد معاكي وقت وفي نفس الوقت مش هتكلفك حاجه. لان في ناس كتير بتعمله بطرق تانية بيحطوا عليه حاجات كتير بتبقى مكلفه. لا، الطريقه دي طبيعيه ومش مكلفه ولا اي حاجه خالص. مجرد ما تولعي النار وتقفي على حبه اللبن، حاجات صغيره هنعملها دلوقتي هي اللي هتخلي اللبن بتاعنا مركز واحلى واجمل من بره بكتير. كفايه بس اللي انت عاملاه ومش عارفه حاطين عليه ايه بره. اللي بتاع بره بيبقوا حاطين عليه حاجات كده غريبه، اما هنا دوت بان اللون الاصلي بتاعه. عمال يصفر معايا، ده الكاميرا ظلماه كمان. انا هنا بوريهولكوا اللي هو لسه تقيل معايا، لسه قصدي فيه ميه. طول ما هو سايل كده يبقى لسه فيه ميه. هنعرف ازاي بقى اللي هو وصلنا للمرحله اللي احنا عايزينها ووصلنا للقوام اللي احنا عايزينه؟ هقولك دلوقتي. كل ده شغاله وانا ناري هاديه. لو عليت النار هيتلسع مني وهتبوظ الدنيا.
لو وصلتِ معايا لغايه هنا بقى ما تنسيش اختك حبيبتك تعملي لي احلى لايك من ايدك، وتحطي لي كده كومنت حلو كده وفيه دعوه حلوه، وتقولي لي حبيبه قلبي بتتابعني منين. احنا كده خلاص وصلنا لمرحله حلوه تمام كده. انا هنا مرضيش اقطع معاكم الفيديو عشان اوريهولك اول ما تقل معايا لغايه ما هوصل معاكي دلوقتي المرحله اللي احنا عايزينها، عشان ما تقوليش انت عملتي ايه وحطيتي ايه وشلتي ايه، لان دلوقتي الفرق هيختلف في الشكل بتاعه. فانا مش عايزه اصدمك يعني واقول لك اللي شفت اللي انا حطيت حاجه، فانا قلت هنا لازم اخليكي تشوفيه من اوله لاخره. بصي هنا اتلم معايا بصي، وابتدى يلزق معايا كده في الحله، يبقى احنا كده الميه بتاعتنا نشفت كده خلاص، الميه بتاعتنا اتبخرت ووصلنا لمرحله حلوه وخلاص كده احنا عايزينه كده تمام 100 فل و14 اهو. نلمه بقى على جنب كده اهو، نلم كل اللي في الحله اهو كده خلاص. طالما لونه اتغير معايا وابتدى يصفر يبقى احنا كده خلاص هنشيله من على النار، ويلا بينا بقى اقولك على الخطوه التانية. انا هنا بلمه عشان اشوف فيه نقط ميه هتنزل معايا ولا لا، ما لقيتش ولا نقطه ميه نزلت معايا، يبقى كده وصلنا لمرحله حلوه ويلا بينا. دي اهم خطوه انك تنشفيه من الميه، لانك لو سبتي فيه اي ميه مش هتاخدي النتيجه اللي انت عايزاها، هيبوظ معاكي ومش هتعرفي تضربيه في الكبه. فانت لازم اهم خطوه انك تجمعيه كده وما تلاقيش فيه نقطه ميه نازله. تعالي بقى هاتي حاجه كبيره كده وافرديه عليها، هو لسه سخن كده تنزلي بيه وتفرديه. وطبعا ما تستعملهوش دلوقتي خالص، تسيبيه عندك، عملتيه النهارده المغرب تسيبيه لغايه تاني يوم بالليل قبل ما تنامي كده وتبتدي تعمليه، يعني هنقول 24 ساعه، لا كمان اكتر من 24 ساعه. طب لو انا مستعجله عليه وهو لسه ما نشفش معايا وطري اعمل ايه؟ هقولك دلوقتي تعملي ايه. اهم حاجه تفرديه كويس دلوقتي كده تمام كده ايوه. هنا عشان عايزاه يتفرد معايا كله عشان ينشف معايا بسرعه وما يبقاش فوق بعضه، لازم الخطوه دي اهم خطوه عشان ينشف معاكي، ولما تيجي تضربيه في الكبه ما يأذيكيش وتلاقي نفسك مش عارفه تعمليه. تمام تمام. حطيه بقى في اي حته كده فيها هوا، في البلكونه، في قدام المروحه، المكان اللي يريحك. انا هنا سبته تاني يوم، تاني يوم لقيته نشف معايا زي ما انت شايفه كده، بس لسه فيه تك الطراوه، يعني ما نشفش اللي هو النشفان اللي هو عايزاه ينشف النشفان اللي هو هتسيبيه 3 4 ايام. انا لا، انا عشان اصور معاكم الفيديو رحت عملت ايه بقى، لقيته لسه فيه طري شويه، رحت مسكته كده وولعت النار بتاعتي من تحت، ما ولعتش من فوق، ولعت النار بتاعتي من تحت بتاعت الفرن ودخلته فيها، قعد معايا 10 دقايق بس انا واقفه، ناري واطيه وانا واقفه عماله اطلع الصاج ابص عليه وادخله، ما ينفعش اسيبه ابص الاقي حته اتحرقت وحته لسعت، زيها زي اي حاجه تانية، لازم تبقي واقفه معاه كده ومتابعاه. اول ما تحسي اللي هو ابتدى مسك نفسه ونشف زي كده طلعيه على طول. هاتي بقى كوبايه سكر، احنا الكميه بتاعتنا دي حلو عليها كوبايه سكر. هنزل بقى كوبايه السكر بتاعتي كده وهطحنه، هقولك دلوقتي تستعمليه ازاي حادق وازاي تستعمليه مسكر. انزلي بقى بحبه حلوين كده. طبعا لو عندك الكبه التانية بيكون احلى وافضل، بتريحك اكتر، بس انا هنا حبيت اعمل في الكبه دي لان الكبه دي موجوده في كل البيوت، عشان ما حدش يقول لا انا ما عنديش الكبه اللي هي التانية، هيلاقي نفسه ما بيعرفش يعمله. لا، الكبه العاديه خالص بتاعه الخلاط بتاعنا العاديه جدا. هاتي هنا بقى واضربي كده ضربه متقاطع، قلبي كده واضربي. هوريكي لونه دلوقتي، اللون الاصلي اللي هو اللبن الميدو اللي احنا كنا بنجيبه زمان، ده اللي كان لونه اصفر وكان فعلا هو ده لبن ميدو. دلوقتي قسما بالله انا بعت اجيبه من كام يوم لقيته لونه ابيض عامل زي الدقيق، نشا سكر بودره، ما تعرفيش طعمه ايه، يعني اصلا ما حسيتش ان انا جبت لبن بودره خالص. اول ما لقيت المنظر ده مش عارفه اعمل بيه اي اكل، قلت لا انا لازم اعمله فيديو كده واوريه لكم. هنا بوريكي لازم تعملي متقاطع كده، تعملي حبه وتقطعي في الفيديو في الكبه. تعالي بقى اوريهولك كده بعد ما كبيناه اهو. بصي بقى هو نفس اللبن البودره، بس هنا كمان عشان انا حاطه سكر كتير، حاطه السكر كله، فهنا لونه فاتح. لما اعمله معاكي التاني من غير سكر هوريك الفرق. طب احنا النهارده عايزينه يبقى مسكر للحلويات، كتري السكر وخليه زي كده. طب انا عايزاه للحادق، هقولك دلوقتي تعملي ايه للحادق. انا هنا حبيت اعمله اللي هو خير الامور وسط، ولا يبقى مسكر معايا ولا يبقى دلع معايا. رحت جايبه معلقتين من هنا اللي هو اللي انا عاملاه دوت، انا حاطه فيه هنا كوبايه السكر، يعني اللبن البودره هنا على خفيف، انا هنا حطيت معلقتين وقلت رحت جايبه الباقي بقى هنا واروح ضاربه. كل الكميه دي هعملها نفس الكلام، هاخد من هنا معلقه واحط، اخد من هنا معلقه واحط، عشان ما استعملش سكر، عشان لما اجي احتاج اللبن البودره معايا في حاجه حادقه ما لهوش مسكر معايا.
بعد كده بقى انت لما تيجي تعملي الحلو بتاعك يبقى حطي سكر براحتك. بس لما نيجي نحط في الحادق مش هنعرف نظبط الدنيا، هيبقى مسكر هيبوظ معانا الحادق. فانت لازم هنا معلقه كوبايه السكر بتاعتك، ما تستعمليش الا كوبايه واحده، وتاخدي منها بعد كده حبه من هنا، وتروحي جايبه اللبن اللي هو اللي احنا مجففينه وتحطي. تمام، وصلت المعلومه؟ تمام تمام. هنا بقى لازم تضربيه كويس لان هو هياخد معاكي وقت وانت بتضربيه، وزي ما قلت لك لو الكبه التانية بتريحك وبيكون افضل، بتاخد كميه اكتر فبتريحك. بسم الله ما شاء الله، الكميه اللي انت شايفاها دي هتقعد معاكي يعني على حسب استعمالك، بس انا بالنسبه لي عشان مركز هيقعد معايا فتره طويله. ما فيهوش سكر زي ما قلت لك عشان ينفع حلو وحادق. هنا السكر بتاعه مظبوط، لو انت عايزاه مسكر بعد كده بتحلي الحلو بتاعه. هنا بقى لو وصلت لغايه هنا بقى وعجبك الفيديو وعجبك اللبن الجميل اللي انت شايفاه ده، ما تستخسريش في اختك حبيبتك. احلى اشتراك من ايدك لو اول مره تشوفيني، وتحطي لي احلى لايك للفيديو، وتشاركي الفكره دي لاصحابك عشان الكل يستفاد. لان لبن البودره الايام دي مش مضمون، هو المضمون بتاع البيت. بتاع البيت بصراحه حاجه جميله وحاجه كده من الاخر. يلا باي باي.